الوقيته اللي المغاربه مقابلينش طيحوا الرديح ولا لاو موالي وتقرقي بالسطالي، الناس ديال الغرب كيوجدوا الخلطه السحريه باش يصفيوها للبشر ويخليو غير المليار ذهبي. يعني كثافه سكانيه التزايد ديالها ماشي في الصالح ديال الناس اللي كيتحكموا في العالم، لانه بزاف عليهم هاد البشر وكاين شي بشر ما كيتحكموش فيه، وهذا الشيء سبب ليهم مشكل. وهاد القضايا كانت غير تحدث كانوا كيناقشوها، اما دابا ولات كتناقش مباشره لانه ولا واحد المشكل اللي هو كبير، والتزايد السكاني غادي وكيتزاد وكتزاد معاه المجاعه وكيتزاد معاه قله المياه والجفاف وبزاف ديال الاوبئه وبزاف ديال الامراض اللي كيصنعوها ناس مختصين في هذا الشيء باش ينقصوا من البشر. وكثر من هذا الشيء انه كاينين شي ناس اللي خدامين في هذا الشيء كيحاولوا ينشروا الثقافه الغربيه ديال المثليه ويقريوها وسط المدارس. ولكن شنو السبب؟ علاش زعما واش حتى المثليه داخله في هذا المخطط هذا قبل ما يديروا هذا المليار ذهبي وينقصوا من هذا البشر؟ سيدي، الثقافه المثليه ولات كتلعب واحد الدور مهم في الثقافه اللي غادا تدمر لينا المجتمع ككل، باش تنشأ لينا واحد التنشئه اجتماعيه صغير وكبير كيامن انه الراجل عادي يتزوج بالراجل والمراه عادي تتزوج بالمراه، باش ما يوليش عندنا واحد تزايد ديال الناس، يعني ما يبقاوش يولدوا وما يكونش عندنا البشر كتير. حنا باغيين نقصوا منه، وإلا خلينا الامور غاديه على هكا شي كيولد لينا 7 شي كيولد لينا 8 فراه ما درنا والو. خاصنا نقصوا من هذا الشيء، وهذا الشيء خصنا نحاولوا اننا نوجدوا واحد الاجندات اننا نقريو هذا الشيء ونحاولوا نوعيو الناس انه هذا الشيء راه امور عاديه نتعايشوا معاها وننشروه في التلفاز وننشروه في الانترنت باش يعم وكلشي يولي عنده عادي. وبما انه الشباب هما رمز المستقبل خاصنا نحاولوا نقريهم ليهم من الصغر، وحتى الوالدين الا حاولوا انهم ينهاو الابناء ديالهم نقدروا نعاقبوهم. غنخليكم تسمعوا هذا فيديو وهذا التصريح تلفزيوني اللي هو خطير وامور فيه اللي صراحه كتخلع. خليكم معنا الاخوان نشوفوا الحقيقه والخفايا اللي كيطبخوا لينا هاد الناس هادو. خليكم معنا. تقليص عدد سكان الأرض إلى مليار شخص. مؤخرا عن فكرة تقليص عدد سكان الأرض. هذه الفكرة التي تزداد رواجا. لماذا؟ لأنه من الصعب التحكم بهذا العدد الهائل من البشر. حسنا، سيستطيعون السيطرة على وعي جزء من البشر وهذا يحصل، إلا أن هناك عدد كبير لا يتحكمون بهم. لذلك تقليص عدد البشر يتحول إلى نقطة محورية في السياسة. كيف سيفعلون ذلك؟ إذا كان هذا الحديث في السابق يدور بشكل سري، فالآن يتحدثون بصراحة عن هذه المهمة. سأشرح كيف. تيد تورنر صرح في إحدى اللقاءات التلفزيونية عام 2009 أنه علينا تقليص عدد سكان الأرض إلى مليار شخص، لأنه إذا تطورت البشرية بهذه الوتائر فالمعمورة لن تتحمل الزيادة، وبالطبع يتم ترويج الاحتباس الحراري كي يجدوا ذرائع لفعل ذلك. هناك الكثير كما قال هذا يعني أن قتل الإنسان من بالنسبة المادة لهم البشرية. لا، هذه المشكلة غير هذه قائمة. مشكلة، لكن أكثر من ذلك الآن تحصل أشياء أكثر خطورة. من أجل تقليص عدد سكان المعمورة يجب إقناع البشر بأن الأرض لن تتحمل. وإذا لاحظتم الآن فهناك فكرة شائعة لدى الطبقة الحاكمة والنخب الأمريكية، ليست الأمريكية فحسب بل والغربية، مفادها بأن البشرية بدأت تتحول إلى كتلة سرطانية أو فيروس فتاك يجب معالجته، وإلا فإن الأرض لن تتحمل وستموت. هم يريدون التقليص. أين؟ عندهم في أوروبا، في الولايات المتحدة، أم سيقلصون في إفريقيا وآسيا؟
التقليص يتم بأساليب متنوعة وفي كل مكان عبر الحروب والأمراض والمجاعات. أما في أوروبا فالأمر سهل. الآن وكما تعلمون يضفون الشرعية على الزواج المثلي. يضفون الشرعية ليس فقط على الإجهاض والموت الرحيم، وهذان الأمران ليسا سوى قتل. حتى يمكننا عدم طرح السؤال هل نسمح بالإجهاض أم لا، يكفي أن نقر بأن الإجهاض قتل لتحل المسألة بنفسها. والآن اخترعوا أداة أكثر فاعلية، لن يكون هناك أطفال ولا أسرة، لأن الزواج المثلي ليس أسرة. وهذا نظام القيم الذي يحاولون فرضه على الجميع. هي عبارة عن استراتيجية وليس توجها في العمل فقط، يتم مناقشتها في البرلمان الأوروبي، والآن يتخذون قرارا قانونيا سيفرض على جميع الدول الأوروبية ليس فقط احترام الشاذين جنسيا، وإنما الاعتراف بحقهم في الزواج المثلي. ويشرحون لأطفال المدارس أن هذه هي العدالة، أي عمليا يتم تدمير الأسرة. وبالتالي في أوروبا الناس يخافون من بناء الأسر، لأنهم يفهمون أنه في حالة ما يمكن للأطفال أن يحاكموا أهلهم. هذا يتم بطرق مختلفة بحسب المكان والوضع الراهن. فللصين مثلا تبتكر فيروسات خاصة، فمثلا عندما أوجدوا فيروسا يصيب الرئتين كان ذلك امتحانا للقوة، وقد تم صنع الفيروس في مختبرات معينة، أي تعددت الأسباب والموت واحد. وأهم الأساليب هو الرقابة الصارمة على تحديد النسل، لذلك هناك برامج مختلفة. ايوه، غير الله يدير التشاويل ديال الخير وصافي، الناس كتشطح وتردح وما على بالهاش. وكاينين شي ناس اخرين ما كينعسوا ما كيشوفوه، كيطبخوا باش يحاولوا انه يتحكموا في العالم كامل ويولي بين يديهم الشا الرا، اي حاجه تكون صادره على القرارات ديالهم، وكيحاول انه يتحكم في العقل ديالك كيف ما بغاه هو. ترى الناس في وصلاش، هادشي راه بزاف. العفو.